السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو مهم جدا، فيديو السفارة والتقديم وازاي تظبط ورقك علشان تقدم. خطوة السفارة دي كانت اكتر خطوة كنت خايف منها وكنت قلقان، لان اي حاجة تانية في الورق ممكن تتم على طول، انت ممكن تظبطها براحتك. لكن السفارة للأسف الموضوع بيبقى صعب شوية وموتر شوية، انا عارف لناس كتير قوي. فان شاء الله هنتكلم النهارده عن السفارة، ازاي تظبط ورقك وازاي تضمن باذن الله ان انت تتقبل، وازاي تظبط الحساب البنكي وازاي تظبط كل حاجة. فكملوا الفيديو للاخر علشان الفيديو ده مهم جدا. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويا ريت لو تعمل شير لاي حد من اصحابك عايز يسافر ايطاليا، هيفرق معاك كتير قوي. فيلا نكمل الفيديو. تعالوا ندخل في الموضوع على طول. موضوع السفاره في ايطاليا سخيف قوي في حجز المواعيد، فانت لازم تبقى عامل حسابك ان انت هتحجز قبلها بكتير قوي، لان الحجز صعب جدا على الموقع. انا قعدت مثلا شهرين بحاول احجز ميعاد، بس كل يوم اصحى الساعه 8 الصبح احجز ميعاد، لان الضغط عالي جدا على الموقع. في ناس بتبيع المواعيد وقصه كده مش حلوه، فللاسف الدنيا بتبقى صعبه شويه في الحجز. فحاول على قد ما تقدر ان انت تحجز الميعاد من بدري علشان تبقى عامل حسابك. طيب احجز على امتى؟ انت مثلا لو عامل حسابك ان انت هتيجي ايطاليا في شهر 9 ان شاء الله، فانت ممكن تقدم في السفارة في شهر 7. يعني اعمل حسابك ان ورقك يبقى جاهز كله خلصان على مثلا 6 نص 6 كده، وبعدين تقدم في 7 بإذن الله، علشان يبقى معاك وقت ان انت ان شاء الله السفارة ترد عليك في خلال، مثلا هما بيردوا في خلال اسبوع او 15 يوم، يردوا تظبط دنيتك، يبقى معاك الفيزا معاك. هتسافر مثلا اول 9، اعمل ان انت عايز تسافر في اول 9 عشان هم بيعملوا لك الفيزا من الميعاد اللي انت بتكتبه. انت هتدخل على الموقع بتاع السفاره، هي شركه الما فيفا اللي مسؤوله عن حجوزات السفاره، وهحط لكم اللينك بتاع الموقع بتاعهم تحت. عندهم فرعين، فرع في القاهره وفرع في اسكندريه، ولما بتدخل بتحجز بتشوف مثلا اللي موجود في القاهره لو في مواعيد متاحه، موجود في اسكندريه حاول تشوف الاقرب لك اذا كان القاهره او اسكندريه وتحجز فيه على طول. المواعيد بتبقى انت مثلا بتكتب لهم انا عايز اسافر في اول 9، فهم بيدوك الفيزا من اول 9. فانت اعمل حسابك ان انت تبقى مقدم من بدري علشان يبقى معاك وقت، بحيث ان انت الفيزا بتاعتك لما تبقى ساريه من اول 9 تبقى انت جاهز ان انت تسافر مثلا في نص 9 او حاجه، ومخلص كل حاجتك. كمان عشان لا قدر الله لو في رفض او حاجه ممكن تقدم تاني، فتبقى عامل حسابك ان انت معاك وقت شويه عشان تعرف تقدم يعني. طيب حجز الميعاد، حجز الميعاد مش غالي خالص. حجز الميعاد كان تقريبا على ايامي ب 1000 ونص تقريبا، حاجه كده يعني، رقم بسيط قوي. هي المشكله كلها ان انت تلاقي ميعاد، لان التنافس على المواعيد بيبقى صعب جدا. المواعيد بتنزل كل يوم الساعه 9 الصبح بالظبط بالثانيه، لازم تبقى فاتح الكمبيوتر وفاتح الموقع ومجهز كل حاجه، واول ما تيجي 9 بالثانيه تدخل بسرعه علشان تلحق تحجز ميعاد. اعمل حسابك ان انت ممكن تحاول كذا مره عشان تعرف تحجز ميعاد، والموضوع مش سهل قوي، بس ان شاء الله هتعرف تحجز في الاخر يعني. طيب حجزنا الميعاد، ايه بقى الورق المطلوب ونعمل ايه بالظبط علشان نضمن ان احنا نتقبل؟ اول حاجه طبعا هي الباسبور بتاعك، ولازم يكون صالح لمده 6 شهور. انا بقول لك سنه، ويا ريت تكون مجدده من قبل اصلا ما تقدم في اي حاجه، سواء الجامعه او في السفاره، لان الموضوع ده مهم جدا. مش حلو ان انت تغير الباسبور وتقعد تحير نفسك في ان انت عايز تجدده مثلا من ايطاليا او كده، فالاحسن ان انت تجدد الباسبور على طول قبل ما تقدم عشان يبقى معاك وقت طويل يعني. تاني حاجه اسمها وثيقه امان. وثيقه امان دي بتاخدها لما تجدد الباسبور بتاعك. لما بتجدد الباسبور بتدفع رقم كده زي تامين. التامين ده بينفع بعد كده لو سافرت في اي مكان، بيبقى تامين على صحتك يعني، لو لا قدر الله احتجت ان انت تدخل المستشفى او حاجه، بيبقى موجود في الباسبور من ورا رقم كده بتدخله على موقع، ممكن ابقى اسيبه لكم في الديسكربشن لو عايزين. الموقع ده هتطبع من عليه الورقه بتاعتك والموضوع سهل قوي. تالت حاجه السي في بتاعك، بتعمل سي في كويس فيه كل الخبرات بتاعتك، في دراستك، في تفاصيل حياتك وكده، وبرده بتطبعه الوان وبيبقى عليه صوره كويسه، وبتطبعه وبتسلمه. بعد كده بتعمل حجز طيران مبدئي وحجز فندق، مش بندفعهم طبعا، بيبقى مبدئي منظر بس كده، اللي هو انا رايح يوم كذا وهرجع يوم كذا. وبالنسبه للفندق هقعد مثلا اول اسبوع في فندق. طبعا يا جماعه الفندق لازم وانت بتحجز يبقى الموضوع منطقي، يعني انت طالب ما ينفعش تروح تحجز فندق الليله ب 400 يورو، ما ينفعش طبعا، مش منطقيه. لكن دور على فندق، ممكن هوستل عادي، مش لازم فندق يعني اوضه لوحدك وكده، ممكن هوستل قاعد في سرير. اهم حاجه يبقى الموضوع منطقي، وما تروحش برضو لحاجه بعيد خالص عن مكان الجامعه بتاعتك او كده، لازم يبقى قريب شويه من الجامعه. حاول تحجز مثلا في مكان يكون دايما في منطقه السنتر، هتلاقوا اماكن كتير فنادق رخيصه شويه، مش فنادق، بتبقى هوستلز. الهوستل ده انت ممكن تاخد سرير عادي، فاهم حاجه يبقى السعر منطقي شويه. وخلوا بالكم عشان في بيبقى في الهوستلز ساعات بيقولوا بنات بس او ولاد بس، فما ينفعش مثلا تبقى ولد وحاجز في اوضه بنات بس، يعني مش منطقيه برضو. وطبعا لازم يبقى كانسليشن فري، يعني لو عايز تكنسل بعد كده يبقى ما فيش مشكله، مش هياخدوا منك فلوس. لازم تخلي بالك من الموضوع ده وتقرا البوليسي او شروط الفندق في الاسترجاع الفلوس والحاجات دي. في فنادق اصلا ما بتسحبش فلوس، وفي فنادق بتسحب فلوس. يا ريت لو فندق ما بيسحبش فلوس. انا حجزت على بوكينج وطبعت الحجز عادي. وبالنسبه لحجز الطيران ممكن تروح لاي شركه عندك بيعملوها ب 50 جنيه، او فرع مصر للطيران في وسط البلد هيطبعها لك ببلاش، مفيش مشكله.
ويا جماعه ما تدفعوش فلوس، يعني ممكن عادي تحجزوا من غير ما تدفعوا فلوس. انتوا بتحجزوا بتطبعوا وبعد كده بتلغوا الحجز. وممكن في حجوزات بيقول لك انت معاك فتره سماح مثلا لحد وقت معين، احجز وكنسل بعد ما تاخد الفيزا ان شاء الله، عشان لو حبوا ان هم يتاكدوا ان في حجز او حاجه، اعمل بس حسابك ان انت ما تنساش تكنسل على طول بعد ما تاخد الفيزا باذن الله. ده بالنسبه لحجز الفندق. الشهادات بتاعتنا بقى هتديهم صوره من كل الحاجات اللي جايه دي، شهاده التخرج، شهاده امتياز، شهاده بيان درجات، صور بس ما تديهمش الاصل علشان لو احتجت تتقدم تاني، لان هم ما بيرجعولكش اي حاجه غير الباسبور، فانت لازم يبقى معاك الاصل، بتديهم صور بس وهم بيتاكدوا من الاصل في المكان وبياخدوا الصوره. بعد كده شهاده الدي او في اللي هي المعادله بتاعتنا اللي احنا عملناها قبل كده وحجزنا لها ميعاد والكلام ده كله. الشهاده دي بتديهم برده صوره، ما بتديلهمش الاصل، بتصورها كلها كل الصفحات بتاعتها وتديها لهم، هتديهم اصولات من الحاجات اللي انتوا ممكن تطلعوها بسهوله. لكن الورق اللي احنا بقالنا سنين بنوثق فيه ده مش عايزين نديه لهم. هنديهم مثلا حجز طيران اصل، حجز فندق اصل، كل ده كلام فارغ. لكن الشهادات الاساسيه بتاعتك اوعى تديهم اي اصولات. بعد كده بيبقى في حاجه اسمها برنت تاميني. برنت تاميني ده بتطلعه من التامينات، وبيبقى حسب مثلا وظيفتك او مهنتك او كده، بتديه لهم برضه علشان يتاكدوا ان انت عليك تامين هنا او عندك وظيفه معينه لو انت موظف. بعدين بيجي بقى الاتش ار ليتر. الاتش ار ليتر ده لو انت موظف حكومي ممكن تعمل ورقه من الحكومه بتاعتك ان انت شغال من اول تاريخ كذا لتاريخ كذا، وكمان ان انت بتاخد مرتب معين، يعني تفاصيل الشغل بتاعك والبيانات بتاعتك سواء الدخل او كده، علشان ياكد لهم ان انت شغال وبتقبض فلوس. لو انت شغال في حاجه بره، يعني انا مثلا دكتور سنان، فانا شغال في حاجه حكومي وحاجه خاصه، شغال مع الحكومه وبعد كده شغال في عياده، فطلعت من هنا اتش ار ليتر ومن هنا اتش ار ليتر. يا ريت يا جماعه الناس اللي بتعمل اتش ار ليتر مضروب ما يأفوروش برضه، يبقى كله بالعقل. يعني مثلا ما ينفعش ابقى انا دكتور صيدلي وشغال في عياده اسنان، مش اي حاجه وخلاص، فاهمين؟ ما ينفعش ابقى دكتور سنان وراح اشتغل في صيدليه او في سوبر ماركت. هما بالنسبه لهم ده مش هيبقى منطقي وهيحسوا ان ده مضروب، يعني ده انت كده مزور الموضوع. فبلاش، خلوكم في المنطق. يعني انا مثلا رحت عياده اسنان، برضو عياده الاسنان لو انت بتقدم، يا ريت يا ريت ما تروحش تافور السالري او تافور الدخل، خليها في المنطق. يعني مثلا الدكتور السنان هياخد، قول يا عم 6000 جنيه في الشهر، فاعمل هنا 6000 جنيه والحكومه مثلا 6000 7000 جنيه، يبقوا مثلا مع بعض 12000 13000 جنيه، مبلغ كويس منطقي. لكن ما ينفعش تروح تقول لهم انا بقبض في العياده 30000 جنيه وبقبض في الحكومه مثلا 10000 جنيه، بيبقى الموضوع مش منطقي بالنسبه لهم. يعني كمان لازم الدخل اللي انت بتحطه في الاتش ار ليتر ده يبقى متوافق مع الفلوس اللي انت مزودها او بتزودها كل شهر على الحساب البنكي. فما ينفعش ان انت مثلا تكون بتقول لهم انا بقبض 40000 جنيه وبتحط كل شهر 3000 جنيه، يعني ده مش منطقي. فلازم الموضوع يبقى ماشي بسيستمه شويه، وهقول لكم كل حاجه لما نيجي لحته الحساب البنكي ان شاء الله. بعد كده بتقدم لهم شهاده اللغه الانجليزيه، سواء الايلتس لو انت مثلا هتقدم ايلتس، او شهاده اللغه الايطاليه لو انت هتدرس بالايطالي، او ممكن تقدم لهم كمان شهاده ان انت درست في جامعتك بالانجليزي زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت. انت بتجيب من الجامعه ورقه ان انت درست بالانجليزي وبتتوثق وكده في الجامعه، والجامعه عارفه يعني بتتعمل ازاي. طبعا صوره مش اصل برضه. كمان بتدي لهم صورتين شخصيتين، وبتدي لهم السمري والادميشن ليتر اللي الجامعه بعتتهم لك. السمري ده بتنزله من موقع يونيفرسيتي ده اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده برضه، ده اللي بيبقى مسؤول عن تقديمك وكل حاجه. وبعد ما بتخلص تقديمه وبتتقبل ان شاء الله، بيبعت لك حاجه اسمها سمري بتنزلها من على الموقع. والادميشن ليتر ده اللي الجامعه بتبعته لك، اللي هو القبول النهائي من الجامعه، بتطبعهم برضه وبتسلمه. بالنسبه بقى لدكاتره الاسنان او الطب البشري او اي حد متسجل في اي نقابه، بتقدم لهم شهاده مزاوله مهنه، وبتقدم لهم شهاده حسن سير وسلوك او اي حاجه، يعني ان انت بس متسجل في النقابه يعني وشغال وكده. شهاده حسن السير والسلوك دي كانت اتطلبت مني وانا بعمل الدي او في، بالنسبه للاسنان يعني كانت اتطلبت مني وانا بعمل الدي او في، فخلوا بالكم علشان مش كل الناس بتقول عليها، ساعات بيطلبوها وساعات لا، فانت حظ. يجي بقى لاخر حاجتين هما الكفر ليتر والحساب البنكي. الكفر ليتر ده بتبقى ورقه بسيطه انت بتكتبها على الوورد، ملهاش حاجه معينه او فورمات معين، انت بتفهمهم بس الماستر ده انت حابه ليه وعايز تسافر عليه ليه واخترته ليه، اخترت مثلا الجامعه بالذات دي ليه او كده، وبعدين تشرح لهم الحساب البنكي بتاعك، لو في حاجات معينه عايز تشرحها لهم، في تفاصيل معينه عايز تبينها لهم. اهم حاجه يا جماعه الكفر ليتر ما يبقاش مكتوب كتير قوي، ما يبقاش باين ان انت بتدافع عن نفسك قوي او عايز تقنعهم بشكل كبير قوي، لان هم لما بيلاحظوا ده بيرفضوا. ويا ريت يبقى صفحه واحده ما يزيدش عن كده، وما يبقاش كلام كتير قوي، كتر الكلام بيضعف موقفك مش بيزوده. فالموضوع يبقى بسيط، كلمتين بساط. في ناس اصلا بتقدم من غير كفر ليتر وبتتقبل، وانا شفت ده كتير قوي من اصحابي. فالموضوع بيعتمد عليك، بس انت عايز تبين لهم حاجه معينه، توضح لهم حاجه معينه، او ملوش لازمه خالص. لو انت شايف ان ملوش لازمه ملوش لازمه وممكن تقدم من غيره عادي. نيجي بقى للحساب البنكي، وهو اكتر حاجه بتوتر الناس، والاسئله كتير قوي بتبقى على الحساب البنكي ده. الحساب البنكي يا جماعه ليه شروط معروفه، وفي شروط محدش قال لكم عليها، انا اقول لكم عليها علشان تضمنوا ان شاء الله ان انتوا تتقبلوا في السفاره. طبعا الحساب البنكي لازم يكون عدى عليه 6 شهور على الاقل، وانت بتطلع اصلا كشف الحساب ب6 شهور.
ولازم يكون في 7000 او 7500 يورو او ما يعادلهم بالمصري. ممكن تحطهم في البنك باي عمله عادي، دولار، يورو، مصري، اي حاجه مش فارقه. وهقول لكم برضو ازاي تبرروا لو هم بالدولار او بعمله تانية غير المصري والكلام ده. بس يا ريت ما يقلوش عن 7000 يورو، لان الدنيا بتزيد هنا في ايطاليا والاسعار بتزيد، فهم بالنسبه لهم 7000 يورو ده هو يعني الرقم الكويس ان انت تسافر عليه. يا ريت لو تعرف تزودهم اكتر من كده يبقوا 7500 8 في الحدود دي. ده لو انت بتقدم بنفسك. لو انت والدك بيقدم لك طبعا حسب عدد الاسره، كم فرد في الاسره، بتعتمد على ان والدك مثلا هو اللي شايل الفلوس كلها. لو انت بتساعده في الدخل مثلا بتعتمد على حاجات كتير قوي. بس لو والدك هو اللي بيقدم معاك لازم الفلوس تزيد عن 7000، ممكن توصل ل 10000 و11000، ممكن اكتر حسب الاسره وتفاصيل الاسره بتاعتك. طبعا والدك ممكن يبقى ضامن ليك، او والدتك لازم يبقى قريب من الدرجه الاولى، ما ينفعش اخواتك، لازم والدك او والدتك. وبيجي معاك يمضي ان هو ضامن ليك في فتره الدراسه بتاعتك، بيجي معاك السفاره يمضي. وفي الحاله دي بتقدم بكشف حساب والدك مش بكشف حسابك، وبتقدم الاتش ار ليتر بتاع والدك مش الاتش ار بتاعك، والكلام ده كله. في شويه تفاصيل بقى عايزين نتكلم فيها. انت لما بتقدم حاجات كتير قوي السفاره بتقلق منك. يعني ممكن واحد مثلا يقول انا هقدم بكشف حساب والدي وكشف حساب والدتي وكشف حسابي الخاص وكشف حساب اخويا. الكلام ده يا جماعه مش حلو. اهم حاجه ان الموضوع يبقى بسيط والورق مش كتير. يعني انت لو هتقدم مثلا بحساب واحد فيه الفلوس كلها تجمعها مع بعضها احسن كتير قوي من ان انت تقدم في كذا حساب. تاني حاجه ما ينفعش تقول لهم انا عندي شهادات او عندي اصول او عندي عربيه او عندي بيت. هم عايزين فلوس سايله موجوده في حساب جاري او حساب توفير، مش عايزين اكتر من كده. فالشهادات ما تنفعش، وما ينفعش تقول لهم انا عندي شقه وده عقد الشقه والكلام ده، هو مش بيعتمدوا الكلام ده خالص. في حاجه برضه في موضوع الشقه والعربيه والكلام ده، في ناس بتقول انا بعت الشقه بتاعتي او العربيه بتاعتي عشان تبرر الفلوس اللي موجوده في الحساب. ده غلط يا جماعه جدا، لان انت لو بعت حاجه من دي او قلت لهم ان انت بعت حاجه من دي، هم بيقولوا ان انت مش راجع تاني، انت كده خلاص بتسيب البلد وماشي وبتبيع كل الحاجات اللي موجوده هنا. فده بيضعف موقفك مش بيحسن موقفك. فانت لازم تبقى عارف انت بتكتب ايه وبتبرر موقفك ازاي بالظبط في الموضوع. طيب الحساب بقى نظبطه ازاي ونتاكد ان احنا نتقابل ازاي ان شاء الله؟ بصوا يا جماعه، الحساب انت ممكن تحط الفلوس فيه من اول مثلا الست شهور لحد اخر الست شهور اللي هم تطلع بيهم كشف الحساب، تحطهم بالتدريج وتظبط الدنيا. بس انا كان حسابي فاضي خالص، فحطيت مبلغ قبل الست شهور علشان لما اطلع الكشف الحساب بالست شهور ما يبانش ان انا حطيت مبلغ كبير. وبعد كده قعدت ازود بالراحه حسب دخلي زي ما قلت لكم قبل كده اللي انا كاتبه في الاتش ار ليتر وكده. يعني ظبطت الدنيا بحيث ان انا الموضوع يبقى منطقي. والله انا كان معايا فلوس قبل كده، هم ما لهمش دعوه الفلوس دي جت منين. ممكن تقول لهم مثلا دي فاميلي سيفنجز، تحويشه العيله، اي حاجه تبرر بس الفلوس اللي موجوده من الاول لو هي كتير قوي. لو مش كتير قوي عادي، هو هتبقى مثلا متوافقه معاك. لو انت شغال بقالك 10 سنين والمبلغ مثلا 500,000 جنيه، او مثلا انت حطيت 300 400,000 وبعدين بدات تحط في خلال 6 شهور مبلغ تاني، بتبقى على حسب انت هتحط الفلوس ازاي برضو. المهم ان الموضوع ما يبقاش مش منطقي، وما ينفعش تحط مبلغ بالك مره واحده، يعني تحط مبلغ مره واحده من غير ما تبرر ايه ده. بالنسبه بقى للفلوس بتاعتك والمرتب والكلام ده، يفضل طبعا لو المرتب بيتحول على الحساب البنكي. لو المرتب مش بيتحول على الحساب البنكي وانت بتاخده كاش، ممكن تحط المرتب مره واحده كل اول شهر مثلا وتبدا تسحب منه بالبسيط. يعني مثلا المرتب بتاعك لو 5000 جنيه، ما ينفعش تسحب ال 5000 جنيه مره واحده، ده هيخلي الحساب بتاعك مش شغال. طيب ايه الاحسن؟ احسن ان انا اسحب مثلا 200 من المكنه، اروح احاسب في السوبر ماركت مثلا ادفع 50 جنيه 100 جنيه، احاسب في البنزينه. دلوقتي البنزينات في مصر بقت بتدفع بالكريدت والفيزا والكلام ده، فده حلو جدا. اهم حاجه تستخدم الحساب بتاعك طول الوقت. اشتري من على امازون، اشتري من على لون، الكلام ده اشتغل دايما بالحساب بتاعك، حول فلوس اصحابك مش عارف ايه، خلي الحساب شغال اكن انت ده الحساب فعلا اللي انت بتتعامل بيه وكل حاجه. طيب ده الحساب المصري. لو الحساب بالدولار، لو الحساب بالدولار احنا هنقول ان احنا بنحوش الفلوس دي في عمله معينه سواء دولار او يورو، علشان نطمن بس ان الفلوس ما تقلش او قيمتها ما تقلش نظرا لتغيير قيمه العمله وكده. وممكن تقدم حساب تاني لو عايز، ويبقى الحساب ده هو اللي شغال وهو بيتعامل عادي. يعني مش لازم تسحب من الفلوس اللي بالدولار، تسيبها زي ما هي عادي، بس الحساب التاني ممكن تشتغل عليه. في الوقت ده ممكن تقدم بحسابين عادي، حساب مصري وحساب دولار، بحجه ان انت يعني حافظ الفلوس بالدولار علشان قيمتها ما تقلش. لو بالمصري، المصري الدنيا فيها سهله، هو هيبقى حساب واحد وانا بفضل ده اكتر. الناس اللي بتقول احط فواتير ذهب واحط فواتير حاجات انا بعتها والكلام ده، زي ما قلنا بالظبط على العربيه وعلى الشقه والحاجات دي كلها، الفواتير والحاجات دي انا ما بحبش انها تبقى ضامن خالص. ما تكتبوش الكلام ده، حاولوا تبرروا الموقف باي حاجه بعيدا عن ان انا بعت. ان انا بعت دي مش حلوه خالص، بتحسسهم ان انت مش معاك فلوس، انت اضطريت تبيع حاجه علشان تعرف توفر الفلوس دي، ودي مش حاجه حلوه. طيب افرض انا محتاج ضروري ان انا ازود مبلغ معين كبير، المبلغ ده ممكن تقسمه، يا ريت يبقى افضل،
ما ينفعش يعني تحطه مره واحده، ولو حطيته مره واحده ممكن تكتب مثلا ان ده كان جزء من والدك او تحويل من والدك او كده. الموضوع بيضعف شويه موقفك بصراحه، ما بيبقاش احسن حاجه. بس جرب وحاول تلاقي تبرير منطقي للموضوع. يعني ممكن تقول مثلا ان دول كان شهاده مثلا كانت موجوده وخلصت، ممكن تقول ان انت خدت الفلوس دي من والدك. يعني في تبريرات ممكن تكتبها، واهم حاجه يبقى الموضوع بسيط ومفيش كلام كتير زي ما قلنا. في حاجه يا جماعه نسيت اقولها عن التخصص بتاعك. اوقات التخصص لما بيبقى مختلف جدا جدا عن الدراسه بتاعتك الاصليه، السفاره ما بتوافقش على الفيزا. يعني انا مثلا دكتور سنان، لما اروح ادرس مثلا ارت او ادرس مثلا موسيقى، بالنسبه لهم دي حاجه مختلفه تماما عن مجال دراستك، فهم مش بيوافقوا بسهوله للاسف. فحاول دايما تختار مجال التخصص بتاعك في الماستر زي البكالوريوس، علشان الدنيا تبقى اسهل ويبقى الموضوع احسن بكتير. بس يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب اكون جاوبت على اسئلتكم. لو عندكم اي اسئله تانية قولوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هجاوب عليها، ولو في مواضيع تانية عايزين نتكلم فيها قولوا لي برضو وانا هتكلم عليها ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب اكون فدتكم باي حاجه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. السبسكرايب مهم قوي، عايزين نوصل 5000 مشترك ان شاء الله قبل نهايه السنه. وما تنسوش تعملوا لايك لان اللايك بيساعدنا كتير ان الفيديو ينتشر. واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.